عرقي أثناء أدائي لواجبي الذي عاهدت الله عليه، ولم أكن أتصور أنه يكون لي تكريم، فأنا أنتظر أجر الله وأخاف أن أي تكريم ينقص من أجري الذي أحب أن يكون عاليا ثابتا. هكذا ما أعتقد فيه، وأشكر هذه المؤسسة التي بادرت إلى مثل هذا والقائمون عليها جميعا بأن يحسنوا الظن بي ويعتقدون في ندواها لتشجيعي أو لتذكيري بأن الجهد مذكور والاسم مرفوع، والحقيقة أن حب العطاء هو موهبة إلهية كما الموهبة الفنية، وإذا داوم المعطاء على هذا العطاء فقد يكون مثلا وقدوة يدفع الآخرين للعطاء دون انتظار لأي مقابل. وانشغالي سابقا وحاليا بالتدريس في أماكن كثيرة جدا، أعتقد أني تخطيت المعدل العادي للأساتذة في أماكن في مدة 50 عاما من التدريس اجتهادا وليس من قالب معين تقولبت فيه، إنما هو اجتهاد دائم. فأنا برضو بشكر كل من أسهم في أن أكون في مكان تدريس يعني على أني أؤدي فريضة العلم التي أمرني الله بأن أنشرها، لأنه هو من وهب هذا العلم وفريضته أن أنشره ولا أكتمه. وكنت أحب أن ذكري يكون كلمة المعماري المعلم هي دي الأكبر عندي. كل ما أمارسه أن أنقل علما ليس من عندي إنما هو من عند الله. أشعر به أحيانا في المفكرة والمذكرة التي بجوار السرير، والتي بجوار مقعد التلفزيون، والتي بجوار مقعدي في شرفتي وهكذا، وفي سياراتي. هي أفكار أضعها في صياغة تسمح بأن تكون منهاجا في التدريس غير تقليدي، ولكني أحسست بجدواها عند كثيرين. وكنت أحب أن تكون معي زمرة من الذين عاونوني. هناء العشماوي زوجتي أم أولادي، وأميرة إبراهيم توفيق المرحومة، ووجدان حمزة التي تعينني الآن على الاستكمال. وكنت أحب أن ابني أحمد يكون موجود كما أن ابنتي تشرفني بوجودها هنا. وكنت أحب أيضا تلامذتي كلهم الذين سعيت إليهم وعلموني كيف أخرج هذه الكلمات لأفيدهم. والحمد لله أنه عشت لأرى البركة في حالي وفي صحتي وفي أبنائي وفي أحفادي وفي الكثير من أعمالي حتى التي لم تتم. ولا أنسى ولن أنسى وأنا أختم كلمتي أن أذكر من هم أصحاب الفضل علي. هم كثيرون جدا كثيرون جدا. أولهم والدي، وبعدهم أساتذتي في التربية الفنية أثناء ما كنت حي صغير، ثم في المدارس، ثم في الكلية من حسن فتحي رمسيس وصواصف أحمد البسيني مصطفى لغيرهم، ثم كل من قابلت في عمل وتعلمت منه، ثم من قرأت له وهو لا يعرفني تعلمت عنه وأضفت صياغات. فأرجو أن كل من له فضل علي يكون له حظ ونصيب من أجري